السلام عليكم يا جماعة. أنا معاكم النهاردة بقصة مختلفة، قصة فيها درس مهم جدا عن إزاي الإنسان ممكن يفهم الإشارات غلط، وإزاي الأمل ممكن يتحول لخيبة أمل كبيرة. القصة دي حقيقية، حصلت لواحدة من بناتنا، وفيها تعقيدات كتيرة، وفيها أسئلة صعبة ملهاش إجابات سهلة. أنا مش بحكي القصة دي عشان أحكم على حد، لأ، أنا بحكيها عشان نفهم إزاي الوحدة والاحتياج ممكن يخلونا نشوف حاجات مش موجودة، وإزاي الثقة الزيادة ممكن تكون خطيرة. عشان كده استنوا للآخر وبعدين قولوا لي رأيكم. يلا نبدأ. اسمي رقية، وأنا دلوقتي عديت 50 سنة بشوية، يعني تقريباً عندي 52 سنة. حكايتي بتبدأ لما اتجوزت في أول حياتي، وأنا والحمد لله كنت متوافقة مع جوزي جداً. عشنا سنين طويلة في منتهى السعادة، وأنا متهيألي إن لو كان زمان في مسابقة لأحسن زوج وزوجة في الدنيا كان جوزي هيفوز فيها بالمركز الأول. وما تستغربوش إن في ست بتشكر في جوزها كده، لأن جوزي بجد ما كانش فيه زيه. كان راجل محترم وعاقل ومسؤول وبيحبني وبيحب أولاده، بس للأسف هو توفى من 7 سنين، الله يرحمه. وحياتي بعد ما هو مات بقت حياة حزينة جدا وصعبة، لأني أنا شلت كل المسؤولية لوحدي بعده. وفي رحلة حياتنا ربنا كرمنا ب3 ولاد، الحمد لله، 2 وولد. البنت الصغيرة اتجوزت وخلفت، ودلوقتي هي مستقرة في حياتها والحمد لله. والولد خلص الجامعة وبيشتغل ولسه ما اتجوزش ولسه عايش معايا. أما البنت الكبيرة فدي بقى مشكلتها مشكلة. البنت الكبيرة اتجوزت في الأول وخلفت عيل، وبعد كده اتطلقت ورجعت ليا بابنها، وبعد فترة اتجوزت تاني لتاني مرة وخلفت عيل من جوزها التاني، وبرضه اتطلقت بعد كده ورجعت ليا بابنها التاني. ودلوقتي هي عايشة معايا وهي مطلقة ومعاها عيلين، كل عيل فيهم من أب غير التاني. وبرضه ابني لسه عايش معايا، وكلنا عايشين في بيت أبوهم الله يرحمه. وإحنا أسرة الحمد لله، ظروفنا المادية كويسة جدا. أنا باخد معاش كويس قوي لجوزي لأنه كان موظف كبير، وهو برضه عندنا ورثة وما عندناش مشاكل مادية والحمد لله. وطبعا لما كان جوزي عايش كان بيحل كل المشاكل بتاعة الولاد، لكن بعد وفاته أنا اللي بقى عليا كل حاجة، بقى عليا أقوم بدوري وبدوره. وأنا بنتي الصغيرة وابني مش عاملين لي أي مشاكل خالص، لكن اللي فعلا عامله لي مشكلة كبيرة قوي هي بنتي الكبيرة. وعلى فكرة هي في المرتين اللي اتجوزت فيهم واتطلقت هي اتجوزت 2 رجالة محترمين قوي، وكان فيهم ميزات يعني كتيرة جدا. بس بنتي هي اللي ما كانتش بيعجبها العجب، أصل هي حلوة قوي ولازم لما تتجوز تبقى عايزة تمشي جوزها زي ما هي عايزة، وطبعا ده ما ينفعش في المرتين جواز، وعلشان كده في المرتين هي اتطلقت. المهم إن أنا وولادي عايشين في بيت ملك بتاع جوزي الله يرحمه، وجوزي كان وارث البيت ده من أهله، وإحنا كنا ساكنين في الدور الأول، والدور التاني كان حماتي اللي عايشة، بس هي الله يرحمها دلوقتي. وبعد وفاة حماتي شقتها فضلت مقفولة زي ما هي، وفضلت سنين مقفولة. لكن لما بنتي اتطلقت ورجعت تعيش معاها هي وولادها، أنا فتحت شقة حماتي ووضبتها لها وجهزتها لها، وخليت بنتي تقعد فيها هي وولادها، وده برضو علشان تبقى قاعدة براحتها. وبقيت أنا وابني في الدور الأول، وبنتي في الدور التاني مكان جدتها. وأنا بجد كانت أمنية حياتي إني أنا أطمن على بنتي المطلقة دي، وكان نفسي إن هي يعني تتجوز وتنجح في حياتها. طبعا ولاد بنتي كانوا بيبقوا قاعدين أغلب الوقت معايا لأن هي كانت بتشتغل، وكانت لما بترجع بتفوت عليا وتاخدهم من عندي، وبعد كده يطلعوا على شقتهم في الدور التاني. وأنا ابني كان ليه واحد صاحبه وزميله في الشغل، وكان صاحبه ده معاه على طول، وهو كان بيجي عندنا ونعرفه من زمان، وكان أكبر من ابني بكام سنة، كان عنده حوالي 40 سنة. وفي يوم وأنا لقيت ابني جاي وبيقول لي إن صاحبه اتخانق مع مراته، وإن مراته طردته من البيت، وإن هو في مشكلة كده كبيرة قوي قوي، لأن أهله في البلد وما يقدروش إن هم يروحوا يقعدوا عندهم، وده طبعاً علشان شغله، وبرضه هو ظروفه المادية يعني متوسطة، وما يقدرش يدفع إيجار شقة، وهو ما عندوش إلا مرتبه، وكل مرتبه رايح على مصاريف بيته وولاده، لأن هو متجوز وعنده 3 عيال. وعلى فكرة هو كل مشاكله مع مراته كانت بسبب الفلوس، وإن بمرتبه مش عارف يكفي بيه بيته، يعني على طلباته وطلبات البيت. وابني ساعتها استأذني إن صاحبه يجي عندنا ويقعد عندنا على ما يتصالح مع مراته، وبعد كده يبقى يرجع بيته تاني. وعلى فكرة هي مراته طردته بعد الخناقة، لأن الشقة شقتها وأبوها اللي هو جايبها لها. وأنا كنت أعرف صاحب ابني ده كويس جدا، كنت أعرفه من كذا سنة يعني، بس بصراحة ما كنتش مرحبة إن حد غريب يعني يجي يقعد عندنا ويبقى مطلع يعني على كل تفاصيل حياتنا كده. لكن أنا كنت عارفة إن هو محترم ومؤدب وكويس. وبرضه ابني فضل يتحايل عليا علشان إيه أوافق، وعلشان أستضيف صاحبه كده عندنا في البيت. وفعلا أنا وافقت، وجي صاحب ابني ده بشنطة هدومه وقعد في الأوضة اللي كانت بتاعت بناتي زمان،
وكانت دلوقتي فاضية بعد ما هم يعني اتجوزوا. وطبعا هو كان مبسوط جدا إن احنا يعني استضفناه عندنا، وفضل يشكرني كتير. وكان بيروح الصبح الشغل مع ابني ويرجعوا على البيت، بس ممكن يعني بعد الظهر كان ابني بيسيبه معايا في البيت ويروح الجيم، ينزل يعمل أي مشوار كده، وبعد كده ابني بيرجع على البيت تاني. وأنا كنت ببقى قاعدة مع صاحبه ده فترة بعد الظهر كده، وممكن نشرب مع بعض شاي أو نتفرج على التلفزيون. وساعات بيبقى أولاد بنتي معانا وساعات لأ. وكان في ناس اتوسطت علشان يعني يتصالحوا على مراته، وعملوا كده أكتر من جلسة صلح، لكن ما توافقوش وفضلوا برضو متخانقين، وهو فضل قاعد عندنا. وشوية بدأت قعدته إنها تطول عندنا، وبدأت الأيام تعدي، وهو بدأ يبقى جزء من حياتنا. هو بصراحة هو كان إنسان ذوق قوي وكويس، وكان متعاون جدا. لو ابني يعني مشغول ممكن يبقى هو يروح معايا أي مشوار. أنا مثلا عايزة أروح أجيب حاجة ألاقيه هو جاي معايا. هو كان عمره تقريبا 40 سنة، وأنا كنت أكبر منه ب12 سنة، يعني أنا كان عمري ساعتها 52 سنة. وبصراحة أنا كنت يعني حاسة إن هو شخص ناضج كده وعاقل، وكان بيعاملني كويس قوي وبمنتهى الاحترام. وعلى فكرة هو كان مجامل جدا، يعني كان بيقول لي كلام حلو. وبعد كده بقى يقول لي إن هو كان بيتمنى إن مراته تبقى ست عاقلة كده زيي، وإن الستات اللي زيي مفيش منهم النهاردة. وأنا كنت بفرح قوي بكلامه، ومش عارفة ليه اعتبرت يعني إن كلامه ده تلميح منه إن هو عايز يتجوزني، وهو ما قالهاش بصراحة يعني. لكن أسلوبه المهذب معايا ومجاملاته وكلامه إنه يعني بيتمنى يتجوز واحدة من ذوقي كده وست بيت شاطرة تكون زيي بالظبط، كل ده خلاني أفكر إن هو عايز يتجوزني، بس يعني مكسوف يتكلم. وأنا مش عارفة ليه أنا فكرت يعني كده، بس عايزة أقول لكم إن طول قعدته عندنا كان في منتهى الأدب والذوق معايا، وربنا يشهد عليا. وبدأ الوقت يعدي وأنا بقيت مبسوطة قوي إن هو قاعد يعني عندنا. وبصراحة ما كنتش عايزاه يتصالح على مراته ولا حتى يمشي من عندنا، وأنا بقيت مرحبة بيه قوي. وأنا أرملة بقى، يعني تقريبا كده 7 سنين، يعني ترملت أنا عمري 45 سنة بعد ما كنت عايشة حياة سعيدة مع جوزي. وأنا عمري ما فكرت إن أنا ممكن يعني أتجوز بعد وفاة جوزي، لكن لما صاحب ابني قعد عندنا ودخل حياتنا نظرتي للأمور اختلفت. وقعدت أفكر مع نفسي وأقول بكرة ابني يتجوز ويسيب البيت، وبنتي أكيد برضو في يوم هتتجوز تاني وبرضو هتسيبني، أو يعني هتسيب البيت. وحتى لو ما اتجوزتش أديها قاعدة بأولادها في شقة جدتها. أما بنتي المتجوزة فهي مشغولة في بيتها وولادها، وأنا هبقى قاعدة لوحدي في الشقة، وكل واحد من عيالي هيبقى في حياته. طيب إيه المشكلة إني أنا أتجوز؟ مش بدل يعني الوحدة اللي أنا هبقى عايشة فيها دي؟ وإيه المشكلة إن اللي أتجوزه ده يبقى صاحب ابني؟ ليه لأ؟ وبرضه اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. هو صحيح أنا أكبر منه ب12 سنة، بس ما يهمش، أنا دايما أسمعه يقول لي إن الشباب شباب القلب. وعلى فكرة هو كان يعني مندمج مع أسرتي كلها، وكل ولادي كانوا مرحبين بيه قوي وحاسين إن هو واحد منهم. بناتي الاتنين كانوا بيعرفوه بقالهم كام سنة، وهو كان بيقول لي إن هو مرتاح عندنا، وكان حاسس إن هو يعني في وسط أهله. هو الود وده إن هو كان يفضل عندنا على طول وما يروحش لبيته أبداً اللي فيه يعني مراته وولاده، لأنه بجد مش سعيد وعايش معاها بس علشان العيال ال3 اللي بينهم وبس. وكل الكلام ده وهو كان يعني بيقول لي كتير جدا. وقال لي كمان إن هو لو ما عندوش منها عيال هو كان طلقها من زمان. واستمرينا على كده فترة وهو قاعد عندنا في البيت. كنا الصبح بنفطر إحنا ال3، أنا وهو وابني، وبعد كده أنا أفضل في البيت وهو وابني يروحوا على الشغل، وكنت بخلص اللي ورايا في البيت على ما يرجعوا، وبرضه بنتي تكون رجعت من شغلها، ونقعد نتغدى كلنا. وخلاص بمرور الوقت أنا بقيت حاسة إن صاحب ابني بقى واحد من البيت، هو مش غريب عننا. وكنت مطمئنة يعني إن أدام ولادي كلهم كويسين معاه وولادي بيحبوه كده معتبرين يعني إن هو واحد منهم، قلت خلاص، بس لو هو طلبني يتجوزني هم أكيد هيوافقوا عليه. وفضلت مستنية إن هو يكلمني أو يعني يفتحني في الموضوع ده أو يطلبني الجواز، لكن للأسف ما كلمنيش وما طلبنيش. لكن أنا بعد كده لقيته بيقول لي إنه عايز يتكلم معايا في موضوع مهم، بس هو يعني كان متردد وقلقان من رد فعلي. وقلت لنفسي خلاص يبقى كده هو هيفتحني في موضوع الجواز ده، وهو ده اليوم اللي أنا مستنياه من الفترة دي. وسألته إيه هو الموضوع ده، مش خير؟ قال لي طبعا خير. ومن كتر الفضول اللي كان عندي قلت له طيب يعني الموضوع ده عن إيه؟ قول لي بس كده هو عن إيه؟ قال لي هتعرفي في الوقت المناسب، لما أقعد وأتكلم معاكي هحكي لك على كل حاجة.
وفي اليوم ده بعد الظهر كان ابني نزل على الجيم، وبنتي وأولادها كانوا قاعدين فوق في الدور التاني. لقيت صاحب ابني جاي وبيسألني لو انتي فاضية يعني دلوقتي نتكلم؟ قلت له فاضية، ولو مش فاضية فضيلك نفسي. قعدنا نتكلم في الليفينج، وأنا كنت خلاص شبه متأكدة من اللي هو هيقولهولي، وقلت بس قبل ما نقعد نتكلم أنا هعمل حاجة نشربها. رحت على المطبخ علشان أعمل حاجة نشربها، وقلت علشان أشجعه إن هو يتكلم لو يعني مكسوف ولا حاجة أنا هعمل كوبايتين شربات كده علشان أفهمه إني أنا عارفة اللي هو هيقوله كويس. وفعلا عملت كوبايتين شربات ورحت قدمت له الشربات، وهو أول ما شافه ضحك وقال لي إيه ده شكلك عارفة بقى. ولقيته كده بيقول لي مقدمة حلوة طويلة كده، وبيشكر فيا وفي الجميل اللي احنا عملناه فيه لما استضفناه يعني عندنا. قال إن هو بيحب عيلته جدا ونفسه يبقى واحد منهم، وإنه مش مرتاح مع مراته لكن مش هيقدر إن هو يطلقها علشان العيال، بس هو عايز يتجوز عليها. كمل كلامه وقال لي إن هو يشرفه إن هو يطلب مني إيد بنتي الكبيرة اللي هي المطلقة. وهنا بقى لما قال لي كده أنا الدنيا كلها لفت بيا، لأن دي آخر حاجة كنت أتوقع إن هو يطلبها مني، وأنا كنت مستنية إن هو يطلبني أنا للجواز مش بنتي. بس طبعاً أنا ساعتها حاولت أتماسك علشان يعني ما يبانش عليا حاجة، وقلت معقول؟ طب إزاي؟ طب هي يعني تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ قال لي هي تعرف كل حاجة، وعارفة إني أنا بكلمك دلوقتي وهي موافقة. وعرفت منه إنه هو يعني وبنتي بقالهم فترة طويلة جداً بيتواصلوا، يعني هو وبنتي بيتكلموا مع بعض في التليفون بقالهم فترة كبيرة، من قبل ما هو يعني يعمل مشاكل مع مراته ومراته تطرده من البيت ويجي يقعد عندنا في البيت. كانوا متفقين على كل حاجة تقريباً. واليوم ده كان أصعب يوم في حياتي، كان أصعب يوم أنا مريت فيه، يمكن كان أصعب من يوم وفاة جوزي كمان الله يرحمه. قلت له طيب بص، هو الموضوع يعني مش سهل، لأنك انت برضو يعني متجوز ومخلف وبتقول إن انت مش هتطلق مراتك، بس سيبني أفكر وآخد رأيها ورأي أخواتها وبعد كده أنا هرد عليك. وأنا فضلت متماسكة لحد ما سبته ودخلت أوضتي. وأول لما دخلت الأوضة وقفلت الباب عليا أنا وقتها قعدت عيطت كتير قوي، وكنت تقريبا منهارة، وفضلت أفكر طول الليل ومعرفتش أنام. وطبعا لومت نفسي كتير قوي إن أنا يعني أفكر إن هو يطلب يتجوزني، وأنا بجد كان نفسي إن بنتي تتجوز وتستقر. ولما اتكلمت معاها يعني في الموضوع ده أنا لقيتها موافقة إن هي تتجوز، وهي قالت إن هي يعني مش صغيرة، وخلاص اتفقت معاه على كل التفاصيل، واتفقت معاه إن هو يعني يتجوزها على مراته ويقعد معاها هي وأولادها في شقة جدتها، يعني الشقة اللي هي عايشة فيها دي دلوقتي اللي هي في الدور اللي فوقي. وقالت لي إن هو مش معاه يدفع أي تكاليف للجواز، وهي قبلت بسبب ظروفه على كده وموافقة. وهو لو اتصالح مع مراته هيقسم وقته، هيبقى يعني نص الأسبوع عند بنتي ونص الأسبوع عند مراته الأولانية. وفي نقطة مهمة جدا، هو إن يعني مش هيقدر يدفع لبنتي أي فلوس ولا حتى مصروف بيت ولا مصاريف، وهي اللي هتصرف على نفسها وعلى أولادها زي ما هي عايشة دلوقتي. يعني بالعربي كده مش هيغرم جنيه واحد في الجوازة دي، ولا هيدفع مهر ولا شبكة ولا شقة ولا سكن ولا حتى مؤخر ولا أي حاجة خالص. وحتى مصروف البيت بنتي هي اللي هتدفعه، وده لأنه ما عندوش، اللي مرتبه ويدوبك كل مرتبه رايح على مصاريف أولاده وبيته الأولاني، وهو مش مكفي عليهم كمان. وأنا بنتي موافقة على كده وقبلاه، بالرغم من إنه هو يعني أقل بكتير من الاتنين اللي هي اتجوزتهم قبل كده. وصاحب ابني قعد عندنا فترة في البيت، وبعد كده هو اتصالح على مراته ورجع لبيته وساب البيت عندنا، لكن على طول بيكلمنا في التليفون وبيجيلنا كتير وبيحكي لنا إن كل شوية يتخانق مع مراته وإن هو مش مبسوط لما يروح. وهو حتى لما اتصالح على مراته هو برضو عايز يتجوز بنتي، ولسه بيتواصل معاها لحد دلوقتي. أولادي الاتنين بنتي وابني لما عرفوا إن هو عايز يتجوز أختهم هم مش معترضين عليه يعني في شخصه، لأنه هم برضو كويسين معاه وهو كويس معاهم جدا، لكن هم معترضين على موضوع الفلوس. هم اعتراضهم إنه يعني مش هيصرف حاجة خالص ومش هيتكلف جنيه في الجوازة. وأنا برضو رأيي من رأيهم،
يعني أنا شايفة برضو إنه صعب جدا إنه هو يتجوز بنتي ويقعد في بيتها هي وأولادها ويبقى نص الأسبوع قاعد عندها آكل شارب من غير ما يدفع أي حاجة، ولا كهرباء ولا مياه ولا إيجار ولا فلوس أكل وشرب ولا أي حاجة. لكن أنا بنتي يعني موافقة عليه ومصرة إنها تتجوز، وبتقول أنا حرة في حياتي ومحدش يتدخل فيها، أنا بحبه وعايزاه. لكن بجد أنا يعني خايفة أتكلم، مش عارفة، خايفة أبوظ الجوازة دي. بس في نفس الوقت يعني أنا خلاص شلت من دماغي وتفكيري النهائي، لأن أنا كنت غلطانة إني فكرت في واحد أصغر مني بكام سنة. ياريت اللي يسمع حكايتي ويكملها معايا للآخر يقول لي أعمل إيه، أخلي بنتي تبعد عنه إزاي، ولا أوافق على الجوازة دي وخلاص. وأنا عايزة أسمع رأيكم، هل أنا كنت غلطانة إني فكرت إن هو عايزني، ولا هو كان بيوجه لي إشارات؟ هل بنتي بتعمل صح إنها توافق على جواز من غير أي تكاليف، ولا هي بتسمح لنفسها تستغل؟ وهل الراجل ده بيحب بنتي فعلاً، ولا هو بس بيدور على مكان ياكل فيه ويشرب ويعيش من غير ما يدفع فلوس؟ وهل أنا كأم المفروض أتدخل وأمنع الجوازة دي، ولا أسيب بنتي تعيش حياتها زي ما هي عايزة؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس. وشكراً لكل واحد سمعني.